السلام عليكم أيها التلاميذ والتلميذات الأعزاء. أكيد أنكم كتعرفوا بأن مادة الفلسفة يوم أمس خلقت لنا نوع من المفاجأة بالنسبة للشعب العلمية، أو على الأصح خلقتها بالنسبة لمجموعة من التلاميذ. هنا كيطرح سؤال كبير جدا، هو علاش ما تحطش الوضع البشري بالنسبة للعلميين؟ ثم واش الامتحان احترم المذكرات الوزارية والتوجيهات التربوية أم لا؟ ثم واش ما غاديش يتحط حتى الادبيين هذه السنه ايضا؟ والسؤال الاخير اللي حتى هو كانوا كيطرحوا بعض التلاميذ، بالنسبه اللي خدم بطريقه مزيانه على السؤال او القول او النص ولكن خرج على الموضوع، واش عنده صفر؟ اذا مباشره، بعيدا طبعا على العاطفه وعلى المتمنيات كما كنقولوا، بالنسبه للامتحان انا طالعت عليه شخصيا وطالعت على المطالب بثلاثه، وفعلا كان واحد النوع من المفاجاه ان صح التعبير، ولكن هذيك المفاجاه غير لاننا تعودنا ان في السنوات الاخيره كان كتحط الوضع البشري وهذه المره ما تحطش. اما على المستوى القانوني او الى انطلقنا من التوجيهات التربويه ليس هناك اي مفاجاه. لماذا؟ لأن المذكرة الوزارية لا تلزم بالضرورة أن تكون شي مجزوءات تحط ضروري خاصها تحط كل سنة، والمذكرة ما كتلزمش، ما كتقولش لنا بأن راه غيتحط إلا تحط سؤال في هذه المجزوءة القولة خاصها تحط في مجزوءة أخرى والنص خاصو يتحط في مجزوءة أخرى. من المحتمل أنهم يتحطوا بثلاثة في مجزوءة واحدة. هذه حتى هي ملاحظة خصنا ناخذها بعين الاعتبار. إذا إذا انطلقنا من التوجيهات التربوية ومن المذكرة الوزارية أو الأطر المرجعية لاختبارات مادة الفلسفة الامتحان الوطني الموحد جميع المسالك 2015 صدر في 2014 وبدأ التطبيق ديالو في 2015، فغادي نلقاو بأن الامتحان احترم الشروط ديال هذا الإطار المرجعي، بحيث أنه أعطانا سؤال في الأخلاق، وأعطانا قولة في الدولة، وأعطانا نص في الحقيقة. اذا علاش ما تحطش الوضع البشري؟ نقدر نعطيو تاويلات ولكن ما نقدروش نعطيو جواب موحد. اعتقد بان غياب الوضع البشري هذه السنه هو عنده بالنسبه لي انا شخصيا هو عمل ايجابي جدا، بحيث انه غيرجع لنا واحد النوع من الاعتبار لماده الفلسفه، وغيرجع واحد النوع من الاعتبار الى الجد والاجتهاد. علاش؟ لان مجموعه من التلاميذ ولاو كما كنقولوا بين قوسين كيقمروا او كيغامروا او كيراهنوا على مجزوءه واحده، وبالتالي هذه بيداغوجيا غير صحيحه. ما يمكنش التلميذ حنا عاطينه يقرا 4 المكونات ويستافد منهم بثلاثه باختلاف ديالهم الى غير ذلك، في حين هو كيراهن على مكون واحد. اذا حنا ما حققناش الهدف اللي كنا باغينه. المشكل ماشي فقط التلاميذ هما اللي كيديروه، وانما حتى بعض المراكز ديال الدعم والتقويه او بعض المدارس الخاصه، بعض المدارس الخاصه اللي ممكن العام كامل كيخدموا فقط على الوضع البشري. علاش؟ لانهم لاحظوا انه بقى كيتكرر، ولاو العام كامل كيقولوا الاستاذ خدم لنا غير على الوضع البشري فقط، وبالتالي الاستاذ كيبقى يخدم على الوضع البشري، كيحرم التلاميذ من مجزوءات المعرفه، يحرمهم من مجزوءات السياسه، من مجزوءات الاخلاق. هذا امر غير مقبول بيداغوجيا ولا يحترم المعايير المتفق عليها. اعتقد انا شخصيا ان المركز الامتحانات ارادوا ان يرسلوا الينا رساله، وهي لا تراهن على درس واحد او جزء من الدرس. الاختبار الوطني وجميع الدروس، اذا خاصك دائما تاخذ بعين الاعتبار جميع الدروس. ما عرفتش بالضبط، ولكن انا شخصيا باعتبار كان عندي واحد التجربه في القطاع الخاص، فعلا كان هذا المشكل هذا، ان بعض المدارس تلزم الاستاذ انه يشتغل معهم فقط على هذه المجزوءه وكيبقى يخدمها بعده طرق، بعده طرق. اذا هنا كيولي المساله غير مقبوله بيداغوجيا. المساله اخرى وهو ان الوضع البشري غيتحط العلوم الانسانيه بواحد الاحتمال كبير، وغيتحط الادبيين بواحد الاحتمال كبير. علاش العلميين؟ العلميين عندهم جوج دروس فقط، الشخص والغير في الوضع البشري، وكل درس فيه 3 المحاور. اذا لو كانوا العلميين مراهنين غير على الوضع البشري وتحط لهم الوضع البشري، اذا هما العام كامل كانوا عارفين الاحتمالات اللي غيتحط في الامتحان هما 6 احتمالات، 3 المحاور في الشخص و3 المحاور في الغير. اذا بالنسبه للتلميذ اللي كان مراهن على الوضع البشري طيله العام، اذا طيله العام هو فقط كيخدم على 6 احتمالات، محور من هاد 6 المحاور غادي يتحط وغيبقى يخدم عليه بعده طرق، ونهار الامتحان غادي يلقاه. وملي كيجي العام الثاني الاخر التلميذ حتى هو كيدير نفس العمليه، كيخدم فقط على 6 المحاور كتحط. اذا هنا كيولي ما كتبقاش واحد النوع من العداله، لان التلميذ ما كيبقاش طلع على الدروس الاخرين في حين ان تلاميذ اخرين كانوا كيخدموا على جميع الدروس. العلم المساله انا كنستبعدها جدا توقع للادبيين، لان الادبيين عندهم 9 المحاور في المجزوءه الاولى ديال الوضع البشري، ولان الادبيين
عندهم أن الفلسفة مادة أساسية في الهندسة البيداغوجية ديالهم. بما أنها مادة أساسية إذا ما يمكنش نحرموهم من اختبار أو من احتمال في هذا المطلب هذا. الوضع البشري مجزوءة فلسفية بامتياز. طالب او تلميذ ديال علوم انسانيه لابد وانه خصو يتختبر في مطلب من مطالب ديال العلوم الانسانيه. هذا نوع من التحليل، وانا شخصيا ارجح جدا بان العلوم الانسانيه غادي تحط من الوضع البشري حتى التلاميذ ديال الادبيين. المساله الثانيه بالنسبه للناس اللي خرجوا على الموضوع، حنا كنقولوا بان الفلسفه ليست فقط محتوى معرفي، وهي ايضا محتوى منهجي. اذا نقدروا نقولوا ان المنهجيه بوحدها راه ممكن تسوى 10 نقاط، والجانب المعرفي كيسوى 10 نقاط. الا خرجتي على الموضوع وكتبتي بطريقه مزيانه، او ان مثلا درتي واحد التاويل لهذاك السؤال ماشي هو اللي بغاتو الجهه المسؤوله، مثلا بالنسبه للناس اللي خدموا على السؤال وحاولوا يدخلوه في الدرس ديال الشخص بين الضروره والحريه، ما كنتذكرش السؤال حرفيا، ولكن السؤال ربما كيقول بان العقاب والواجب الى غير ذلك. هذا السؤال راه ممكن التلميذ يدير ليه تاويل ويعتمد عليه في المحور ديال الشخص بين الضروره والحريه. الا كتب بطريقه مزيانه ودار واحد الاشكال مزيان وبواحد اسئله مزيانه ومناقشه مزيانه، بالتالي بحال كيولي هو عطى واحد التاويل لهذاك السؤال واشتغل على ذاك التاويل. هنا راه من المحتمل ان التلميذ يجيب نقطه على الاقل ما غاديش ماشي كارثيه، واخا خرج على الموضوع ممكن يجي من 6 حتى ل 12 الا كتب بطريقه مزيانه، رغم انه خرج على الموضوع نوعا ما. هنا ربما علاش لانه خطا معرفي كينحصر في ان التلميذ قام بواحد التاويل ليس كما ينبغي. ماشي بحال انه مثلا خرج بزاف على الموضوع، ان مثلا عندنا الواجب والاخلاق وكذا ومشى كيكتب لي مثلا على النظريه والتجربه، مثلا هنا ما غادي تصلح. ايضا بالنسبه القوله ممكن تخدم عليها في الحق في الدوله بين الحق والعنف، وممكن انها تقدر شي وحدين يكونوا خدموا عليها في طبيعه السلطه السياسيه، وبالتالي حتى طبيعه السلطه، الناس اللي داروا خدموا عليها في طبيعه السلطه السياسيه التاويل ديالو قد يبدو مقبول لان القوله قابله لها التاويل ايضا. وبالتالي انا اقول بان اذا خرجتي على الموضوع ولكن كان خروج منطقي، لان فقط ان هذاك المطلب فهمتيه بواحد الصيغه اخرى عوض الصيغه الدقيقه اللي بغاوها الناس اللي دخلوا على الامتحان، قد لا تقدر ما تكونش نقطه كارثيه، وبالتالي ممكن تكون نقطه نوعا ما مقبوله. اما الا خرجتي بواحد الشكل مطلق جدا، انت عندك الدرس على الدوله مثلا ومشيتي خدمتي لي على الحقيقه، ولا مشيتي خدمتي لي على العلوم الانسانيه ولا على النظريه والتجربه، هنا كيبان بان لا مجال للمقارنه. لذلك الناس اللي خرجوا على الموضوع او داروا التاويل السؤال او القوله عوض ذاك المحور اللي خاص يتحط فيه حطوا على محور اخر وكتبوا بطريقه مزيانه، انا كنقول شخصيا ما يخافوش، ما غاديش تكون صفر، ولكن على الاقل غتكون نقطه نوعا ما مزيان. ثم ان الصفر من المستبعد جدا يتحط مادام التلميذ كيهز ستيلو كيكتب لنا مقدمه عرض خاتمه. انا شخصيا كنستبعد يتحط لي صفر الا في بعض الحالات الشاذه النادره جدا. علاش؟ لان التلميذ دار محاوله، التلميذ كتب، حط افكار، حط تاويلات، حط مواقف، حط جانب معرفي، جانب منهجي. اذا فالمساله لا تستحق صفر، الا كانوا بعض الاساتذه اللي ربما عندهم بعض المواقف اخرى. ثانيا ان المذكره كتقول لنا بان التلميذ عنده 3 نقط على الجوانب الشكليه. الجوانب الشكليه اذا واخا يكون خارج على الموضوع يقدر يكون كتب باسلوب مزيان، بخط مزيان، بطريقه مزيانه، اذا فعلى الاقل 3 نقط هي من حقه بطريقه شرعيه. هذه من بين الملاحظات. اذا فباش انا شخصيا باش نختم كنقول بان العلوم الانسانيه والادب ما يتخوفوش، غيتحط لهم الوضع البشري وغادي تحط لهم احتمال واحد من بين الاحتمالات غيكون واحد في الوضع البشري. وانا شخصيا من بين الدروس اللي كنرجحها جدا الادب والعلوم الانسانيه وهي الشخص، الغير، التاريخ، الحقيقه، العلوم الانسانيه. اذا هذه الدروس من المحتمل جدا غيتحط فيهم شي امتحان. وكما قلت بان الوضع البشري هو الدرس اللي المغرب كامل التلاميذ كاملين قراوه بواحد الطريقه افضل من الدروس القادمه، هو الدرس المشترك بين معظم التلاميذ. ثم انه درس فلسفي، ملي كنتكلموا على الهويه، ملي كنتكلموا على قيمه الشخص، ملي كنتكلموا على وجود الغير، هي دروس فلسفيه. والا كنتي انت كتلميذ عندك ادب وعلوم انسانيه، فانت ماده الفلسفه هي عندها مكانه اساسيه في الهندسه البيداغوجيه ديالك. اذا
غادي تختبر في هذا المطلب لانه يمس تخصصك بشكل اساسي جدا. هذا الشيء اللي كيبان ليا بغيت نقول. ومره اخرى باش نعاود نوضح الموقف ديالي من غياب الوضع البشري في العلميين، اعتبره موقف شجاع بالنسبه للجهه المسؤوله، بحيث اننا بغا توصل لنا واحد الرساله: ما تخلوش التلميذ يقمر او يراهن دائما على حاجه واحده، فكل شيء محتمل يتحط. مادام ان المذكره كتقول لي عدد الدروس كامل، اذا فهو خاصو يراهن على الدروس كاملين. ممكن بعض الاساتذه وبعض التلاميذ كيقولوا هذه كتحط اكثر، ولكن هذيك اجتهادات وتاويلات بناء على واحد الملاحظه ديال واحد النماذج، ولكن ما كاين حتى شي دليل قاطع بانها كتكون مؤكده. واللي كيبقى كيحكم دائما هو كما قلت الاطار المرجعي. ثم المساله الثانيه هو ان يمكن حسب التاويل ديالي ان الوزاره ما بغات توجه واحد الرساله مشفره لبعض المراكز والمدارس الخاصه: ما تبقاوش ديروا هذوك الالعاب ديال انك كتحرم التلاميذ من دروس اخرى وكتبقى خدام لهم غير على درس واحد. علاش؟ لانه كيتحط ديما، اذا غنخدم عليه هو. المساله الاخرى وهو ان الا عطيناهم دائما الوضع البشري، الوضع البشري عند العلميين ما فيش بزاف الكم، عاد فيه جوج دروس وبالتالي 6 المحاور. اذا التلميذ العام كامل كيعرف راسو غيتختبر في واحد من هاد 6 احتمالات او 6 المحاور. وهنا كيولي التلميذ ما كيبقاش داك الاجتهاد وداك الاهتمام الى غير ذلك. وهذا هو اللي بان لي انا شخصيا. ومره اخرى كنقول ما تخوفوش بالنسبه للتلاميذ والاداب والعلوم الانسانيه، هناك احتمال يتحط الوضع البشري، ولكن ماشي عيب انك غتراجع بشكل اساسي الدروس الاخرى. انا كنقترح ايضا الدروس الاخرى كما قلت من غير الوضع البشري، اقترحت العلوم الانسانيه والحقيقه، واقترح ايضا الحق والعداله. درس الحق والعداله حتى هو من الدروس المرشحه جدا. وشكرا لكم وبالتوفيق باذن الله. وما تنسوش بان في الامتحان الوطني كل شيء ممكن، يعني ما يمكنش لينا نقيسوا الامتحان هذا العام على العام السابق ولا على شنو خرج العلميين. وتحياتي.